ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده هو وصفه من وصفات الحلويات الشرقيه. وصفه الجلاش اللي هو اساور الست. زي ما انتم عارفين ان الجلاش ليه طرق كتير قوي. انا بجيب هنا هو عشان ما اكترش عليكم في الكلام. بجيب لفه الجلاش بقسمها نصين، نصين كده من النص، مش هقول لكم اربع تربع ولا حاجه. واكون مجهزه جنبي طبق يكون فيه زبده، زبده سمنه على زيت، حابه تدربي ده شيء يرجع لك انتي. واروح جايبه السيخ اللي هو بعمل عليه الكفته كده هو بيبقى عريض شويه، مش موجود فيه خشبه بتتباع كده هو مخصوص لاساور الست. ولو عاوزه الخشبه اللي بيتبرم عليها الجلاش بتاع اساور الست هتلاقيها موجوده عند مستلزمات الحلواني، او خلتين واعملهم باسترتش واروح حطاهم عليهم. انا بحاول اجيب لك الحاجه اللي انت هتلفي عليها، وبمسك الواحده زي ما انتوا شايفين كده هو، واروح عامله بالسمنه او الزبده زي ما قلت لكم وتلفوا. لما بتيجوا تلفوا ما بتدوسوش قوي على الحاجه اللي بتلفوا عليها، يعني ما بتدوسوش على على العصايه اللي انتوا بتلفوا عليها او السيخ، ما بتدوسوش عليها خالص، لان لو دوستوا وجيتوا بصوا في الحركه دي وانتوا بتضغطوا وانتوا دايسين هتبصوا تلاقيها اتفرولت واتقطعت. بتخلوها مهويه كده، بتبقى مهويه من جوه. بصوا لو تاخدوا بالكم من اللفه اللي انا بلفها بتبقى بصوا على الهامش كده هوك. واروح سايبه الطرف كده بسيط واروح برماها. تمام كده هوك. الصاج دوت بياخد قد ايه جلاش؟ بياخد مني لفتين ونص بالظبط، ولما بضيق قوي بياخد 3 لفات، يعني كيلو ونص الا كام ورقيه كده هوك. ده الجلاش لما بعمله كله. الحشوات بتاعتي بقى، يعني انا بعمله بحشيه ايه بقى؟ بحشيه سوداني، بحشيه فستق، حابه تخليه ساده وتيجي في الاخر تعملي تجيبي زبدة فستق، زبدة اللوتس، آه، شوكولاتة سايلة وتروحي عاملاها وتروحي مزيناها بالمكسرات. الحشوة دي ترجع لك انتي يعني، بس انا بفضل بصراحة المكسرات او السوداني، بيبقى حلو جدا. كده انا خلصت الصاج بتاعي كده اهوك زي ما انتوا شايفين كده اهوك. باجي بقى من على الوش كده اهوك بروح ايه؟ بالفرشة كده اهوك بالسمنة واروح عاملة الوش بتاعي كله، عشان كده هو هي تبقى خدت سمنتها كلها. يعني عملنا السمنه من فوق والسمنه من على الوش قبل ما احط مكسرات وقبل ما احط اي حاجه خالص. نيجي بقى للحشوه بتاعتنا. انا هنا هو كحشيب سوداني. لما بجيب السوداني ما بحطهوش على طول، لا، انا بجيب السوداني بتاعي وبروح حطاه في صينيه واحطه في الفرن على الهادي، بحمصه. التحميصه دي بتخلي صدقوني طعم الجلاش تحفه. يعني التحميصه بتاعت السوداني دي بتخليه طعمه حلو قوي. بعد كده باخده في الكبة واروح يعني ضرباه ضربة كويسة، مش اللي هو اخليه بودرة ولا اخليه اللي هو ايه خشن قوي، متوسط زي ما انتوا شايفينه كده اهو. واروح مدخلاه الفرن على درجة حرارة متوسطة، يستوي من فوق ومن تحت. انزل عليه بالشربات بتاعي. الشربات بتاعي بعمله بيبقى دافي، والشربات انا عملته في كذا فيديو قبل كده. حابه اقول لكم كمان على حاجه، لو انت عندك عزومه ومش فاضيه ان انت تعملي الحلويات في نفس اليوم، تعمليها قبليها بيوم. يعني اعملي الجلاش وبروميه وما تحطيش عليه السوداني. انا كنت عاملاه كده هو، وتروحي حاطه عليه كيس بلاستيك، يعني بدهنه بالفرشه بالزبده من فوق ومن تحت وكل اخلصه خالص يبقى ناقص على الحشوه، واروح حطاه في مغطيه بكيس. واروح لو هو الجو شتا زي اليومين دول بحطه عادي في المطبخ واروح مغطيه، ما يبقاش المكان دافي. لو المكان دافي وعندك مكان متاح في الفريزر بتحطيه وتطلعيه قبليها يفك وتروح حطاه في الفرن. صدقوني ما بيجرالوش اي حاجه خالص. ينفع تعملي نوع من نوع الجلاش دوت او النوع اللي هو المبروم اللي كنت عاملاه في فيديو من فيديوهات قبل كده. وبألف هنا وشفا على قلبكم.